في مدينة ورزازات الهادئة، حيث الجبال تراقب البشر بصمت فلسفي، وتتنفس الأشجار هواء بلا استعجال، ولد الترامواي. نعم، الترامواي. لا تسألني من أين أتى، ولا متى وضع على السكة، ولا حتى كيف وصل إلى قلب المدينة، لأن هذا الترامواي لا يسير على قوانين الفيزياء، بل على قوانين الأمل الجماعي والتصميم الفوتوشوبي الدقيق. هو ترامواي خجول، لا يحب الضجيج، ولا يزعجه شيء أكثر من الركاب. يجلس في سكينة في الساحة الكبرى، يتأمل الأرصفة، وينتظر السماء عجلات. الناس يلتقطون له الصور، يحيونه: انظر، إنه الترامواي المتجه إلى تابونت عبر تاجده. لكن لا أحد يراه يتحرك، لأنه ببساطة ليس مصمما للحركة، بل للتأمل وللفيسبوك. يقال إن إحدى العجائز جلست تنتظره منذ الربيع الماضي، وقد بدأت تبيع الزريعة لتمويل تذكرة خيالية نحو تكمل جديدة، تقول إن الموعد قريب، ربما بعد اكتمال القمر 16، أو كما تنبأت به النملة في حلمها. في الصباح يمر الأطفال من أمامه يضحكون: ماما، هل الترامواي يشرب الماء؟ فترد الأم: لا يا حبيبي، هو نبات زينة حضري. مر شاعر يوما بجانبه فألهمه هذا الصمت الطويل، كتب ديوانا أسماه ببار بلا دخان، وبيعت منه 7 نسخ كلها لأصدقائه في المقهى. وهناك رجل قال إنه رآه يتحرك ليلا، لكن عندما حاول أن يصوره اختفت الكاميرا. ويقال إن الترامواي لا يظهر إلا لمن آمن بوجوده إيمانا عميقا خالصا دون نفاق، وهو الآن رمز من رموز التصوف الحضري، بل إن أحدهم أقسم أنه رأى الباب يفتح ودخل إليه ضوء. ولكن لا تتفاءل كثيرا، لأنك إن اقتربت أكثر ستجد أن لا باب هناك، ولا مقعد، ولا حتى سائق، فقط واجهة جميلة ونوافذ لا تفتح. هو مشروع فلسفي وجودي يدعونا للتفكر: هل نحن من ينتظر الترام، أم الترام هو من ينتظرنا؟ وهكذا تستمر الحياة في ورزازات. الشمس تشرق، الناس تمشي، والترامواي لا يتحرك. مع أطيب التحيات، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير. لا تنسوا متابعتي على قناتي في اليوتيوب. من كل فن طرب.